ينضم إلينا الزميل دباس الدوسري رئيس نادي الكوكب للتعليق على ما جاء في حلقتنا من آراء. أبو ساري، مساء الخير، حياك الله معنا في عالم الصحافة. مساء النور يا بندر، حياك الله. أبو ساري، كنا قبل شوي نناقش حديثك وردك في صحيفة الرياضية. أعطونا الصوت شباب في الاستوديو عشان الضيوف يسمعون زميل دباس. طبعا كان لك رد اليوم على تصريح رئيس نادي النصر. أولا خليني أسمع التصريح منك أو ردك على هذا الحديث حتى تكون الصورة واضحة لنا ولجميع المتابعين. ما الذي أردت إيصاله للقراء؟ أولا دعني أقول أني لم أجد في تصريح الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر أي إساءة لنادي الكوكب نهائيا. تسمع. أنا أعتبر أن أعطونا الصوت في الاستوديو يا شباب. تفضل أبو ساري. أنا أعتبر الأمير فيصل بن تركي سئل عن تصريح سامي الجابر، وفي معرض رده على سامي الجابر قال نحترم نادي الهلال وهذا أمر طبيعي. ثم أرادنا الأمير فيصل بن تركي ضرب مثال بأنه يحترم نادي الهلال أو يحترم نادي السعودية ككل. أراد أن يجلب مثال من ذاكرته. طبعا دائما الكوكب حاضر في ذاكرة النصراويين وثابت ودائما يدور في رؤوسهم وقريب من ذاكرتهم. كان أقرب مثال هو الكوكب، بحكم أن الكوكب له مواقف تاريخية وكان له هزيمة تاريخية وأربعة غائرة في التاريخ الأصفر، ولا يمكن النصراويين ينسون هذه المناسبة. بس ذكرها من باب المثال ليس إلا وليس تقليلا من نادي الكوكب، إنما احتراما لنادي الكوكب، بدليل الأمير فيصل بن تركي شخصية اعتبارية مثله لا يحترم إلا من يستحق الاحترام. فهو ذكر ناديين يستحقان الاحترام، الهلال والكوكب، وهو محق في ذلك. والأمير فيصل بن تركي أيضا يستحق الاحترام، وأنا أحترمه مثل ما أحترم رئيس نادي ضمك مثلا. وأنا أجيب مثال ضمك تحديدا لأنه إنسان عزيز على قلبي ويرأس نادي سبق أنه كان له موقف تاريخي مع النصر وخرجهم من كأس الملك قبل سنوات. وذكرت ضمك تحديدا لأن النصراويين يعرفون اسم ضمك. ممكن أذكر مثال نادي مثلا في الدرجة الثالثة ما يعرفونه، ما يكون تصريح واضح ومفهوم. بس يعني الأمير فيصل تكلم باحترام للأندية وأنا رديت باحترام له ولنادي النصر ولضمك ولجميع الأندية السعودية. فأنا أشوف تصريح عادية جدا ما تحتمل كل طيب، لأن الزميل عبد الرحمن الفلاج قبل شوي أبو ساري كان يتحدث عن هذا الموضوع، ذكر بالحرف الواحد بأنه يعني خلينا نقول دباس والكوكب وعشاق الكوكب يجب أن يفتخروا بأن شبههم بالهلال. صحيح ولا لا أبو خالد؟ بالعكس كلامه في محله. حتى النصر، لو أقول النصر مثل الهلال لابد أن النصراويين يفتخرون لأن شبهت النصر بالهلال، لأن الهلال هو زعيم الأندية السعودية، هو كبير الأندية السعودية، هو أفضل نادي سعودي بالأرقام بالبطولات. فأي فريق تشبه بالهلال يفرح بذلك. أنا بالنسبة لي سعيد من كلام الأمير فيصل بن تركي، وبالعكس أنا أفكر نرسل خطاب شكر لرئيس نادي النصر. طيب أبو خالد. أول شيء مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبوي، حياك الله. شلونك؟ مساك طيب. أول شيء قبل كل شيء أعتقد إنه أنا يعني وافقني الرأي في الكلام فيما أنا قصدته وفيما أنا والله عبد الرحمن ما أدري إيش قلت لأني ما شفته والله. لا أنا تقريبا نفس كلامك قلت أنا أعتقد إنه يعني يوم شبه الكوكب بالهلال ما أعتقد إنه يعني إنه هو قلل من قيمة الكوكب بحكم الكوكب. كل الأندية السعودية تتمنى لو تكون مثل الهلال. وجهة نظرك دي أدباس، معليش هذه وجهة نظرك أنت. عشان أقول وجهة نظري أنا، مو أعيد وجهة نظرك أنت. كيف؟ أنا متصل عشان أقول وجهة نظري أنا بدون ما تقول هذه طيب وجهة نظرك. أكيد أبو ساري، ارفعوا لنا الصوت يا شباب. أبو خالد، أنتوا شو اللي كنت توصله أو تبي ترد عليه على تصريح زميل عباس؟ هو يقول ما يرى عبد الرحمن ايش قال بالضبط؟ هو يقول لحظة أبو ساري، هو يقول إنه ما يرى بأن تصريح الأمير فيصل التركي فيه إسقاط على نادي الكوكب. وهذا الكلام اللي أنا قلته اللي قاله سعد معنا سعد الرئيس هو اللي قال إسقاط على نادي الكوكب، لكن أنت أبو خالد هو تحدث عن أن الكوكب عقدة بالنسبة للنصر. لا مش عقدة. لحظة شوي، النصر عشان كذا استشهد فيه الأمير فيصل بن تركي، صح ولا لا أبو ساري؟ بندر حبيبي استشهاد. أنا دائما أقول الكوكب أقرب نادي لذاكرة النصراويين حينما غير صحيح طبعا. هذا كلامك غير صحيح يا دباس. الكوكب يقفز في أذهانهم. كلامك غير صحيح، هذا أنت تعيش وهم يا دباس. جرحها لم يندمل. أنت تعيش وهم يا دباس. لما يذكر الأمير فيصل بن تركي الهلال والكوكب، لأن الهلال والكوكب يتفقان، لأنهم
اصحاب خمسات واربعات وثلاثات في مرمى النصر، فطبيعي انه يذكر الهلال ويذكر الكوكب. هذا بالعكس، هذا اعتراف من النصراويين بان الهلال والكوكب دائما في اذهانهم. طيب كلامك طبعا هذا غير صحيح. هذا من الامير فيصل بن من النصراويين. اعتقد انا اقول لك انا احترم نادي الهلال واحترم نادي النصر واحترم نادي ضمك واحترم، وسبق وبررت لك ليش انا ذكرت ضمك تحديدا، لانه نادي عريق له تاريخه عزيز على قلبي له مكانته. الهلال انا حتى اذكر، ابغى اجيب اسماء النصراويين يعرفونها. الهلال يعرفونه في دوري جميل، الكوكب يعرفونه في دوري ركاء، ضمك يعرفونه في دوري الدرجه الثانيه. طيب النصر مروا على الدرجات الثلاث ما شاء الله تبارك الله. طيب واضح ابو ساري، خليك معي، خليني اسمع راي ابو خالد، تفضل. ما ادري انت ضمنتوا الحين البقاء في الدرجه الثانيه ولا في دوري ركاء يلعب؟ ضمنوا الحين البقاء ولا مهددين بالهبوط للحين؟ سؤال سخيف. ها؟ لو سمحت ابو ساري قبل شوي ان تطلع من النقاش الى نقطه اخرى. قبل لو سمحت برجع لك ابو خالد. ابو ساري لو سمحت، قبل شوي حاول انه يعبر عن وجهه نظره. انا قلت انا احترم الزميل دباس الدوسري، ايضا احترم عبد الرحمن الفلاج اللي حاول يعبرها ولم تصلها الي. استاذ دباس، عبد الرحمن الفلاج اليوم نعتز بتواجده معنا، احترمه واتمنى ان يكون ابو ساري. لما يقول لي احنا نتناقش عن الهلال يقول سؤال سخيف او ابو ساري. لحظه لا ابو ساري. طيب اسمح لي ابو خالد. ابو ساري تسمعني؟ طيب خليني اقول اول شيء، احنا الان نقدم ماده ونقدم وجبه اعلاميه للمتابعين، صح ولا لا؟ اتمنى ان الاراء او حتى الاختلاف يكون راقي، اذا سمحت لي يا ابو ساري، من دون اسقاط على احد او التقليل من احد. انا راقي واحترم الراقين واعطي كل انسان بحجم ما يقول. طيب شكرا للزميل دباس الدوسري الاعلامي الرياضي رئيس نادي الكوكب. يظل في نهايه الامر هو راي خاص بالزميل دباس الدوسري. احنا نحاول نسمع رايه وجهه نظره حول تصريح اليوم في صحيفه الرياضيه ورد على الامير فيصل بن تركي. يظل هو راي خاص، سواء نتفق او نختلف معه. ايضا نحترم زميلنا عبد الرحمن الفلاج